في حلقة النهاردة تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش، المباراة اللي كان فيها جمل جامدة جدا، مباراة كانت جامدة جدا في أول مباراة لأحمد عبد الرؤوف، مباراة كانت خارج التوقعات. احنا كنا بنقول مثلا نادي طلائع الجيش ممكن يتعادل، نادي طلائع الجيش فعلا كان متكتل دفاعيا، لكن أحمد عبد الرؤوف بالتشكيل اللي عمله قدر يفك التكتلات الدفاعية لنادي طلائع الجيش. برضه في الحلقة في خبر مهم جدا جدا بخصوص خوان الفينا بيزيرا ومباراة بيراميدز الجاية لنادي الزمالك، فلو مش مشترك في القناة اشترك فضلا وليس أمرا واعمل لايك ويلا نبدا اول حاجه بخبر خوان الفينا بيزيرا. عايز اقول لك ان الجهاز الفني لنادي الزمالك عمل برنامج تاهيلي مكثف لخوان الفينا بيزيرا من اجل اللحاق بالسوبر المصري. خوان الفينا بيزيرا الجهاز الفني عمل له برنامج تاهيلي مكثف عشان يلحق السوبر المصري، وخصوصا عشان يلحق مباراه بيراميدز، لان هعتبر هي المباراه الاهم، هي المباراه الاصعب. بيراميدز معروف ان هو نادي قوي جدا، وخوان الفينا هو نقطه قوه في هجوم نادي الزمالك ونقطه قوه في اللعب لنادي الزمالك. فنادي الزمالك الجهاز الفني عايز يجهز خوان الفينا لمباراه بيراميدز، فهيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يجهز خوان الفينا لمباراه بيراميدز، اللي من واضح ان خوان الفينا لما طلع كان بيعيط باين الاصابه كانت قويه، لان اللاعب وهو بيقع، لو ركزت على اللاعب وهو بيقع هتلاقي المدافع بتاع نادي طلائع الجيش قفل رجله على رجل خوان الفينا، فالاصابه دي وهو بيقع كانت اصابه جامده جدا، لسه لحد دلوقتي ما طلعش قرار طبي من نادي الزمالك بخصوص خوان الفينا، فان شاء الله لحد دلوقتي بنسبه 70% خوان الفينا هيلحق مباراه بيراميدز. نخش بقى لمباراه نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش، المباراه اللي كانت خارج التوقعات. نادي طلائع الجيش كلنا قلنا ان نادي طلائع الجيش هيدافع وهيعمل مباراه جامده جدا قدام نادي الزمالك، وفعلا عمل مباراه قدام نادي الزمالك. لما لعيبه نادي الزمالك في اخر المباراه، نادي الزمالك اللعيبه تحس ان هي كده كانت بتمرس وكانت بتعمل شغل ما ينفعش، لازم ادام الكره تديك خد منها، كل ما الكره تديك خد منها، لكن لعيبه نادي الزمالك لما فازت بالثلاثه اللعيبه بدات تمرس وبدات تراوغ، واللعب ده سيء جدا. اللعب ده بيهدي الريتم وبيخلي لعيبه نادي، بيستفز لعيبه الخصم، بيخلوا لعيبه الخصم تستفز، فبيجي لها دوافع كده بيخليها تنقض عليك، وده اللي حصل من نادي طلائع الجيش، وسجل هدف، وبعد الهدف نادي طلائع الجيش كان يقدر يسجل هدف واثنين لما نادي الزمالك قدر يرجع تاني ويعمل هجمات مرتده على نادي طلائع الجيش. كلنا طبعا شفنا ناصر ماهر اللي هو كان نقطه التحول لنادي الزمالك، واللي هو قدر يعوض خوان الفينا، لان خوان الفينا اعتبر غاب من اول مباراه، غاب تقريبا من الدقيقه 23. خوان الفينا طبعا كان مؤثر ان هو طلع، ده حصل تاثر في هجوم نادي الزمالك، لكن ناصر ماهر لو ركزت على تحركات ناصر ماهر هتلاقيها تحركات مؤثره جدا جدا. ناصر ماهر التحركات بتاعته كانت مؤثره جدا. شفت الكوره بتاع دونجا، اول ما دونجا قبل اصلا ما دونجا يرفع رجله كان ناصر ماهر تحرك، وذكاء من ناصر ماهر ان هو ما تحركش كده بالطول، لا تحرك بالعرض عشان ما يبقاش في التسلل. كل ما هو بيتحرك بالعرض كل ما الكره تترفع، فهو كده مش في التسلل، هو بيتحرك بالعرض. فلو بصيت انت على الكوره هتعرفها ان هو بيتحرك بالعرض، ما بيتحركش بالطول. لو اتحرك بالطول كان تسلل واضح، لكن وهو بيتحرك بالعرض بيمشي بالعرض كده، في نفس الوقت هو بيسبق الكوره وفي نفس الوقت الكوره جايه وراه، فكان هدف جامد جدا، والفينش تطور عند ناصر ماهر بطريقه ملحوظه جدا. الهدف الثاني لنادي الزمالك اللي فتوح عمل رفعيه جامده جدا، فتوح عمل عرضيه جامده جدا، كان اللاعب واقف قدامه ففتوح رفع العرضيه برغم ان اللاعب قافل عليه وواقف قدامه، الكره راحت لعدي الدباغ، عدي الدباغ يلعبها ما عرفش. اول ما الكوره طلعت من راس عدي الدباغ تحس ان ناصر ماهر كان عارف، اول ما نزلت من على راس عدي الدباغ ناصر ماهر جه بسرعه خد الكوره من وسط المدافعين واقفين في دهشه بيتفرجوا على ناصر ماهر، المدافعين كلهم واقفين بيتفرجوا على ناصر ماهر. اول ما ناصر ماهر جه ودخل خد الكوره بسرعه جامده جدا، خد الكوره شاطها بيمينه ما دخلتش، فشاطها بشماله دخلت، كان هدف جامد جدا، وبرضه يتحسب لناصر ماهر عليه مجهود كبير جدا. هو الهدف المجهود جاي من ناصر ماهر، كل لعيبه نادي الزمالك واقفه ما عدا ناصر ماهر اللي جه بسرعه. اول ما الكوره نزل عنده سرعه بدايه جامده جدا، اول ما الكوره نزلت جه بسرعه ناصر ماهر خد الكوره بشماله بيمينه ما دخلتش، فبعدين خدها بشماله ودخلت هدف. طبعا الهدف الثالث لنادي الزمالك اللي جه عن طريق عدي الدباغ براسيه جامده جدا من عدي الدباغ، ورفعيه برضه عرضيه كانت جامده جدا من محمود بن تايج، لكن برضه ما تخليش هدف عدي الدباغ ينسيك ان عدي الدباغ سجل هدف براسه بس مسجل لكن مضيع 3 انفرادات رسمي. ازاي 3 انفرادات؟ يعني مش كوره من منطقه الجزاء وشاطها بره، لا ده كوره انفراد، هو والحارس، كوره شيكو بنز عطاها له، كوره ناصر ماهر عطاها له، في 3 كور لعدي الدباغ ضيعهم انفراد رسمي. لان ده يكون فينش لمهاجم، وخصوصا يكون مهاجم في نادي الزمالك، لا محتاج يتطور الفينش عنده. عدي الدباغ برده مش اول مره، لا ده برده المباريات اللي فاتت عدي الدباغ بيضيع انفرادات بطريقه كبيره جدا. تخيل في مباراه واحده او تقريبا مثلا في 70 دقيقه يضيع 3 انفرادات رسمي هو والحارس، فدي غلطه كبيره جدا من عدي الدباغ، لازم عدي الدباغ يطور الفينش عنده.
بعد كده هنروح لشيكو بنزا، اللي الحسنه الوحيده اللي عملها شيكو بنزا طول المباراه هي البينيه اللي اعطاها لعدي الدباغ، وعدي الدباغ عرضها تقريبا، هو جاي يشوطها ما عرفش لا يشوط ولا يعرف فضيع الانفراد. هي الحسنه الوحيده اللي عملها شيكو بنزا. لكن شيكو بنزا ياخد الكوره ويمرقص لاعب ما يعرفش يعدي، الكوره تتاخد منه يقع. عدي اللاعب ده ما ينفعش يكون لاعب في نادي الزمالك، لاعب سيء جدا جدا. رغم ان هو سجل هدف التعادل المباراه اللي فاتت اللي كانت تقريبا امام البنك الاهلي، لكن برضه شيكو بنزا ما ينفعش يكون في نادي الزمالك، لاعب سيء جدا، وفي نفس الوقت لاعب سيء وبرضه مش ملتزم، يعني لاعب سيء ومش ملتزم، فما ينفعش يكون في نادي الزمالك. شيكو بنزا عمل مباراه سيئه جدا، بالرغم ان هو عمل حسنه واحده اللي انا قلت لك عليها، وشيكو بنزا سيء جدا في المباراه دي. بعد كده لعبد الله السعيد، وعبد الله السعيد برضه عمل مباراه كبيره جدا. عبد الله السعيد برضه عمل مباراه كبيره، قدر يتحكم في خط وسط نادي الزمالك، لان برضه لو بصيت ناصر ماهر هو اعتبر كان بيلعب مهاجم تاني، فاللي كان لوحده في خط الوسط لنادي الزمالك في رقم 8 كان هو عبد الله السعيد، فقدر يتحكم في خط وسط نادي الزمالك. فعبد الله السعيد عمل مباراه كبيره. طبعا اللاعب الاخير معانا هو نبيل عماد دونجا. نبيل عماد دونجا اللي عمل مباراه كبيره جدا جدا، من افضل المباريات اللي انا شفت فيها نبيل عماد دونجا. عمل مباراه دفاعيه وهجوميه، مباراه جامده جدا، الكوره ما بتطولش في رجل نبيل عماد دونجا، وفي نفس الوقت صنع هدف بطريقه ذكيه جدا. طبعا دي الطريقه دي من المدرب تخيل مركز على الركلات الحره اللي من منتصف الملعب، ان اللاعب اول ما يرفع الكوره ناصر ماهر يتحرك، تخيل ده شغل مدرب. واحمد عبد الرؤوف هيكون المدير الفني لنادي الزمالك في السوبر المصري. انا بقول لك الخبر ده دلوقتي ان احمد عبد الرؤوف هيكون المدير الفني لنادي الزمالك في السوبر المصري، ونادي الزمالك ان شاء الله حاسس ان هو يعمل حاجه في السوبر المصري. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا، فيا رب تكون الحلقه عجبتكم. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك. استنوني في حلقه جديده، السلام عليكم.